يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشين كتير جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله معانا موضوع مهم ويهم ناس كتير، والفيديو بتاعنا النهارده هيكون عن السعاده. فيديو النهارده هيسعدك وهيسعد كل الناس، وطبعا طالما الفيديو بتاعنا هيسعدك يا ريت انت كمان تساعدنا بالاشتراك في القناه وتدينا اللايك الحلو بتاعك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. عشان ما اطولش عليكم يلا نخش على الموضوع بتاعنا على طول. طبعا بقى حبايب قلبي، انا قلت لكم في اول فيديو ان النهارده فيديو السعاده. فيديو السعاده ده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو ناس كتير مستنيه خبر مهم. طب وايه هو بقى الخبر المهم ده؟ الخبر المهم ده هقول لكم عليه دلوقتي، وانت مهتم انك تكون سعيد يا ريت تتابع الفيديو ده من بدايته لنهايته. والسعاده بقى هتكون عن ايه؟ السعاده هتكون عن القانون الجديد اللي هيتفتح قريب. زي ما بقول لك كده، القانون الجديد هيفتح قريب. القانون ده الناس كتير عارفاه باسم قانون فلوسي. القانون ده بتقدم عليه ولو جات لك الفرصة بتقدر تسافر تشتغل بره. وطبعا تم الإعلان الرسمي عن القانون إنه هيتفتح، والطلب إن شاء الله هيبتدي من يوم 27 مارس 2023، يعني يوم 27 شهر 3 الجاي. هتقدر تقدم عن طريق النت على الموقع الخاص بوزارة الداخلية. طب ايه هي بقى العمالة المطلوبة هنا في إيطاليا؟ اولا كده القانون هيفتح على نوع العماله ده فقط، يعني اللي هنذكره النهارده هو ده اللي القانون هيفتح عليه، مش اي مهنه تانية تقدر تقدم فيه. فتعالوا بقى نتعرف على نوع العماله. رقم واحد، محتاجين ناس تشتغل في صناعه السيارات وكل حاجه تشمل موضوع صناعه السيارات. تاني حاجه معانا وهي قطاع الازياء، اللي هو يعني من الاخر مطلوب مصممين ازياء وخياطين او بالمعنى المصري ترزي. تالت حاجه شركات الحديد والصلب طالبه متخصصين لحاجة. رقم 4 بقى يا حبيب قلبي، مطلوب في مجال المعمار. طبعا مطلوب مهندسين تامين المواقع وعمال السقالات اللي هم بيطلعوا على السقالات على وجه العمل. خامس حاجه قطاع النقل. اقل حاجه مطلوبه في قطاع النقل ان انت يكون معاك رخصه دوليه، دي اقل حاجه، لازم يكون معاك رخصه دوليه. صحيح، ايه هي بقى الاوراق المطلوبه؟ تعالى بقى حبيب قلبي اقول لك على الاوراق المطلوبه. في البدايه كده حبيب قلبي حابب اقول لك ان انت هتجيب بعض الاوراق، وطبعا صاحب الشغل او صاحب الشركه اللي هيبعت لك عقد العمل لازم هو كمان يجهز بعض الاوراق. اول حاجه بقى حبيب قلبي مطلوبه نموذج موافقه من مكتب العمل طابع بقيمه 16 يورو. تالت حاجه نسخه من جواز سفرك. رابع حاجه عنوان السكن في ايطاليا المطلوب توفيره للعامل الاجنبي. البطاقه الشخصيه لصاحب العمل. شهاده صلاحيه السكن المطلوب. ما ننساش المعلومات الشخصيه لصاحب العمل زي ايه بقى؟ عنوان السكن، مكان العمل، رقم التليفون والايميل والسجل التجاري. وطبعا نوع عقد العمل وعدد ساعات العمل وعدد الموظفين الموجودين عنده في الشركة. الدخل السنوي لصاحب العمل اللي هو صاحب الشركة اللي بعت لك العقد لازم يجيب الدخل السنوي بتاعه لسنة 2022. وطبعا السجل التجاري اللي هي اسمها بالايطالي فيزورا كاميرالي، وطبعا دي بقى بتذكر معلومات عن الشركه والتاريخ. ما تنساش الموازنه السنويه للشركه، وطبعا براءه الذمه الضريبيه. ودي طبعا بتعمل ايه؟ دي بتثبت ان صاحب الشغل بيدفع الضرايب وكل حاجه عليه للدوله، يعني صاحب الشغل ماشي تمام وبيدفع الضرايب وكل حاجه. كده بقى حبايب قلبي نكون قلنا لكم كل حاجه قانونيه وكل حاجه مطلوبه في القانون الجديد. كل الاوراق اللي احنا قلنا عليها صاحب الشغل اللي موجود في ايطاليا اللي هيبعت لك دعوه العمل دي هو اللي هيجهز كل الورق ده وهو اللي هيروح يقدمه، ولو جات له الموافقه هيبعتها لك. فيا ريت لو انت استفدت من الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناه، تدينا لايك الحلو بتاعك، تفعل زر الجرس وتسعدنا بالاشتراك بتاعك زي ما اسعدناك بالفيديو بتاع النهارده. اشوفكم على خير، سلام.